السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة جديدة من رحلتنا، رحلة معرفة بالله. اسم النهاردة ممكن تحس فيه بالهيبة أو الخوف شوية، ولكن لو تأملت فيه شوية هتلاقيه ده أكتر اسم بيطمنك في وقت ممكن تكون حاسس فيه بالعجز أو الظلم. معادنا النهاردة مع اسم الله القهار. دايما بنسمع الواحد القهار، بس ازاي ده الاسم اللي هيشيل من على كتافنا الهم وجبال الغم اللي تعبانة وكاتمة على أنفاسنا. فتعالوا شوية نعيش مع اسم الله القهار. القهار في اللغة هو اللي بيغلب أي حاجة، ومفيش أي حاجة تقدر تغلبه أو تمنع أمره. بالمصري القهار هو الكبير اللي ملوش كبير خطرة. والجميل في اسم الله القهار إن هو مش بس يقهر العباد، ده بيقهر الظروف عشان خاطرك. يعني ببساطة قهر النار عشان ما تحرقش سيدنا إبراهيم، وقهر البحر عشان ما يغرقش سيدنا موسى، وقهر السكينة علشان ما تذبحش سيدنا إسماعيل. فلما تلاقي الدنيا كلها قفلت في وشك، والدنيا كلها والظروف بتقولك مستحيل، روح خبط على باب القهار، لأن ده الوحيد اللي يقدر يغير حقائق الكون ويقدر يغير الظروف علشان المستحيل يكون ممكن. الاسم ده هو المرعب للظلمة والأمان للمظلومين. انت لما حد ياخد حقك بظلم أو تحس انك عاجز مش قادر تاخد حقك وتقول يا قهار، انت أكنك وكلت القوة العظمى اللي في الكون كله تجيب لك حقك. القهار هو اللي بيذل الجبابرة وبيكسر كبرياء أي حد فاكر نفسه فوق البشر. فاسم الله القهار يعلمنا التواضع، وإن أنت مهما كنت غني، مهما كنت واصل، مهما كنت قوي، ففيه اللي أقوى منك وهو القهار. القهار ينصر المظلومين بصبرهم ويقهر الظالمين بذنوبهم. أجمل حاجة في اسم الله القهار إن هو بيقهر همك. لما تلاقي هم وغم وحزن ملأ قلبك كده وخلاص وسود الدنيا في وشك، قول يا قهار الهم ده غلبني، يا رب اقهره بفرحة من عندك يا رب. القهار بيقهر الشيطان اللي بيوسوس لك باليأس والذل وهكذا، وبيقهر نفسك اللي بتأمرك بالغلط. لما تسلم أمرك للقهار فأنت بتستمد القوة منه وبتواصل في اللي انت بتعمله، ما بتخافش من حد أبدا. واجبنا النهاردة في رحلة معرفة بالله هو ايه؟ قهر الخوف. ايه اكتر حاجة مخوفاك؟ مستقبل، حزن، حد مؤذي انت خايف منه، او شيء من هذا القبيل؟ فارفع يدك للسماء وقول يا قهار اقهر هذا، يا قهار اقهر ذنبي، يا قهار اقهر حزني. ونام وانت مطمن ان القهار دايما معاك طول ما انت معاه. تمام. وبكده انا خلصت محطة النهاردة، وبكرة ان شاء الله معادنا مع اسم كله كرم وعطاء بلا حدود. فما تنساش تشارك الحلقة دي مع الناس كلها وتعرفهم بالبرنامج، وتقول لنا رأيك في التعليقات وتعملنا لايك واشتراك علشان تساعدنا نكمل في هذا المحتوى، واليوتيوب يقترحه ونزاحم أهل الباطل، وانت عارف ان هما بيزيدوا أوي في رمضان. تمام. متنساش تدعيلي معاك وصوما مقبولا وإفطارا شهيا، ويا رب يا رب يا رب اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين في هذه الليلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.